الرجيم إلا من استعاذ منه بالله بقصد، ولا يستعيذ به إلا المتذكرون إلا المستضعفون إلا المهتدون إلى صراط مستقيم، إلى صراط ربوبية رب العالمين خالق الناس أجمعين. أستعيذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. الغوي ونسمعها تقال هكذا وبغير قصد حلوة باللسان وعظيمة كأنها تهتز في صدورهم، ولكن لا نرى من يستعيذ من الشيطان إلا الشيطان. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان. إلا من تذكر حقيقة الربوبية، حقيقة الشيطان ومكانه زمان وجوده وطريقة تعامله، هناك تحضر الاستعاذة. فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يتربص بنا الصراط المستقيم. قال فبعزتك لأغوينهم عن القصد أجمعين ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فهنا تحضر عداوة الشيطان، لا عداوة في دنيا، لا عداوة بأخلاق، لا عداوة في أشياء أخرى، وإنما عداوة في معرفة الله عز وجل. عداوة تكمن في باب يحضر الإنسان عندما يتذكر أنه في دنيا مظلمة، يريد أن يلج هذا الباب من أجل أن يأخذ النور، أن يأخذ الله، أن يأخذ معرفته، يأخذ وجوده بالله من أجل أن يصبح مظهره. هنا يجد الشيطان، فالواجب عليه هنا أن يستحضر الاستعاذة. يا رب أعوذ بك من هذا، كأنه يراه يقينا ويتعوذ بالله من الشيطان الذي هو حضر عنده عند المحتضر بين الدنيا وبين الآخرة، بين الظلمة وبين النور، بين السبل والسبيل الواحد والصراط المستقيم. استعاذنا بالله من الشيطان الرجيم ونبسمل بالله الرحمن الرحيم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الصراط المستقيم من الباء البداية إلى الميم وهي الختام، بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض نقولها ونخرج من المسجد إذا تذكرنا، إذا عرفنا حقيقة البسملة هذه أنها من حكيم يقول بسم الله النقطة وما أدراك ما النقطة، الباء وما أدراك ما الباء، الألف وما أدراك ما الألف، وهكذا. هذا القرآن الذي نطق به الله سبحانه وتعالى لقلب محمد، لمقابل فطرة محمد، من أجل أن يحييه مظهرا لله، من أجل أن يحييه يصبح بالحياة هذه موجودا صفة لله سبحانه وتعالى، خليفة له في أرضه، له الدنيا وله الآخرة، وهو قرآن له حقائق، وحقائقه هذه كآية لا تنقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد ما رأيناه في البسملة، الحمد هذا الحمد وهذه الحمد لا تقال إلا من بعد مشاهدة، والمشاهدة ليس إلى الماديات، وإنما المشاهدة للملكوت، ملكوت القرآن يصور أنه يعطينا ملكوت ظاهر وباطن، باطن قبل الظاهر. هذه البسملة بسم الله تعطينا حقائق، فنقول الحمد لله عندما دخلنا إلى الصراط المستقيم، عندما دخلنا إلى الغيب، عندما دخلنا إلى الدين،
عندما صاحبنا الإمام الرباني أو صاحبنا المؤمنين في الصراط المستقيم اللي هم أمة محمد. وأمة محمد تملك اليقين، وتملك جزء منهم يملك جزء من اليقين، تملك النور. أمة محمد لا أمة غير هذه الأمة. إذا هناك أمة محسوبة على هذه الأمة فهذه الأمة بريئة من هذه الأمة، مثل ما يقول محمد بريء من الفاسقين، القرآن بريء من الفاسقين، بريء من المنافقين، بريء من الكافرين. هذه الصفات توجد